السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة خفيفة جدا. هنعمل مع بعض سلطة الحاتي زي ما انتم شايفين، وصفة مميزة جدا وكلنا بنحبها. ان شاء الله نعملها في البيت زي سلطة الحاتي اللي بناكلها في المطاعم. ان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. معايا في الاول زي ما انتم شايفين الخطوة الاولى هنبدأ نتبل البصل. معايا بصلتين، البصل احمر يفضل جدا في الوصفة دي. ومعايا طبعا التوابل اللي هستخدمها، معايا كمون ومعايا كزبرة كمان ومعايا فلفل اسود وملح. كمان في ليمون، عصير ليمونتين، ومعايا كمان معلقتين كبار خل او ربع كوباية خل حسب ما بنحب. دلوقتي هبدأ اقطع البصل. هقطعه نصف شريحة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هقطع كل البصل اللي معايا بنفس الطريقة. انا كده خلاص. خلصت كمية البصل اللي معايا. كده البصل جاهز. دلوقتي هبدأ انا احط البصل ده في طبق عميق او بولة كبيرة زي ما انتم شايفين. هبدأ انزل بيها بالبصل فيها. وهبدأ اضيف كل التوابل اللي معايا دي للبصل. هضيف زي ما انتم شايفين الكمون والكزبرة، كمان الملح والفلفل، وهضيف الليمون والخل. وهبدأ ادعك البصل كويس جدا في التتبيلة دي بحيث ان البصل يدبل معايا. هدعكه كويس قوي زي ما انتم شايفين. بحيث ان البصل كله يشرب من التتبيلة والمكونات كلها تتجانس مع بعضها. وخلاص كده البصل اصبح جاهز معايا. دلوقتي هسيبه في التلاجة لمدة ساعة ولا ساعة ونص. وهضيف رشة قرفة. القرفة كمان بتدي نكهة حلوة جدا. وهرجع اقلب تاني. وهشيله في التلاجة لمدة ساعة او ساعة ونص لحد طبعا ما وقت التقديم. دلوقتي عندي الخضار، هبدأ اقطع الخضار. عندي هنا طماطم وخيار وفلفل. هقطع الطماطم زي ما انتم شايفين. هقطعها قطع كبيرة بنفس الطريقة دي. اخلص كل كمية الطماطم اللي معايا بنفس الطريقة. هبدأ احطها في طبق جانبي. وهبدأ اقطع في الفلفل. ممكن نضيف فلفل حامي حسب رغبتنا زي ما بنحب. انا ضفت هنا فلفل رومي. نقدر نضيف فلفل حامي. دلوقتي هقطع الخيار. ممكن نقطعه حلقات زي ما انتم شايفين كده، وممكن نقطعه شرايح كمان بنفس الطريقة دي. خلاص كده كل الخضار معايا جاهز. معايا كمان كزبرة على بقدونس مفروم زي ما انتم شايفين. وده الخضار جاهز معايا. خلاص كده فات الوقت المفروض اسيب البصل منقوع في التتبيلة. دلوقتي خلاص وقت التقديم طبعا. هضيف الخضار واقلبه كويس. ضفت البقدونس كمان والكزبرة. وهقلب زي ما انتم شايفين.
الخطوة اللي بعد كده طبعًا هابدأ أضيف ماء مثلج، عندي هنا هاضيف كوبايتين ماء مثلج بالشكل ده، يعني كوبايتين مش كاملين، حسب رغبتنا في كمية المَيّة. وكده الوصفة بتاعتنا سلطة الحاتي جاهزة معانا زي ما انتم شايفين، ودي المية بتاعتها، ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وبالهنا والشفا.